الحمد لله. ف يعني كانت أموري طيبة، لك الحمد لك الشكر. يعني كان عندي كل شيء خاص فيني، وبزنس ودراستي وكل حاجة. فجيت أندونيسيا في 2019 كزيارة. فقعدت في أندونيسيا. فجيت في 2020، في عيد رأس السنة في 2020 شهر 1 تاريخ 3. ف يعني صديقي جاء قال لي عادي، الورق القات المطحون خذه معك. يعني من ماليزيا، انا ما جبتش من اليمن علشان تكون النظرة يعني. هو من ماليزيا جبته، وما بين ماليزيا واندونيسيا هي ما يقارب 45 دقيقة. فقلت له ما فيش ضرر، ما فيش اي شيء. يعني في قال البداية لي إنه هو مش تبعك، صديقك قال لك لا، وصل لي هذه ما 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 كانش تبعي ولا شيء. طيب. فأنا شفتها يعني ما هيش حاجة إنها اللي يعني تضر أو شيء، يعني بالنسبة اللي عندنا يعني كعادي. فمسكوني في المطار. بعد ما امتسكت في المطار، قعدت يومين في المطار في التحقيق. بعد ذلك ودوني على أين؟ ودوني على السجن داخل إندونيسيا. المفروض كانت السفارة يعني إنها تقوم بالواجب، وقامت بالواجب. أوكي. آه السفارة عن تكلم عن في أسئلة للسفارة وفي أوكي. قامت السفارة وش سوت؟ ف احكي عن القصة. ايش فعلوا معك من بداية ما خرجت أو تحركت من المكان اللي أنت فيه، وكيف صارت المشكلة، ومن هذا الشخص اللي جاب لك تخزينة، وهل وقف معك ودافع عليك ولا سحب عليك وهرب، عشان الناس تستفيد من قصة. والله الشخص هذا جاء لأندونيسيا مرتين، وواقف معي لحد الآن. بس قال احنا مواطنين، كمواطنين ما بالك يعني كسفارة أو جهة رسمية ما قامتش بالواجب. كيف احنا المواطنين كيف بنعمل أو شيء؟ يعني احنا طيب. ممكن نقدم محامين، ممكن نسوي أي شيء. فهو ما قصر يعني لدرجة كبيرة، ولا حد الآن يعني بجد يعني بيتواصل معايا. المشكلة انه صرت لقسم الشرطة. طبعا انا ما كنت اعرف اللغة الاندونيسية نهائيا، ونسبة الانجليزية عندهم آه، يعني جدا بسيطة، لدرجة انهم كانوا يتكلموا وانا ما كنت عارف ايش كانوا يقولوا. طيب. فاخذوا اوراق القات وحققوا معايا، وتم يعني سجني لمدة تحقيق معايا لمدة 14 يوم. جيت السفارة و قالوا لي وقع على الأوراق هذه يعني عادية. فوقعت على الأوراق إنه تم بحيازتي يعني نوع من أنواع المخدرات. اوه، لبسوك باختصار شديد. أيوة، أنا وقعت على الأوراق بجهة رسمية من مترجم ومساعد السفارة اليمنية. دقيقة دقيقة، هنا نقطة اللي يترجم لك واحد من السفارة اليمنية في اندونيسيا ولا في ماليزيا؟ في أندونيسيا في حيث ما اندونيسيا. أنا في السجن. ايش قال لك او ايش ترجم لك هذا الموظف بالضبط؟ قول لنا. قال الموظف كذا وكذا قال وكذا وطلع الكلام قال ثاني تماما. قال هذه أوراق عادية وكذا. وإحنا قد تواصلنا مع سلطات كبيرة في الجهات ال الأندونيسية وفي السلطات. قلت أوكي، أنا وقعت على الأوراق لأنها جهة رسمية. طيب. يعني لما تجيك جهة رسمية، فقلت يعني أكيد إنها معايا مش ضدي مهما كان. وقعت تعرف على الأوراق اسم الموظف اللي قام؟ وبصمت تعرف يعني. اسم الموظف؟ أيوة، موظف وموظفة تبع السفارة. ايش اسمها؟ هل